اليوم اللي من بعدو داروا اجتماع، ولكن قبل ما ندخلوا ليه تلاقى نيد ستارك مع جيمي لانستر. وغرفه العرش اللي هما فيها هي نفس البلاصه اللي باه وخونيد ماتوا فيها محروقين على يد الملك المفربل با دينيريس تارجيريان. وكيف ما قلت لك من قبل، جيمي كان قائد الحرس الشخصي للملك المفربل وهو اللي قتلو، ومع الوقت غنعرفك علاش قتلو وكيفاش. ندخلوا للاجتماع وهنا غنتعرفوا على الشخصيات جديده ومهمه بزاف في المسلسل، اولهم لورد فارس، وهذا تقدر تسميه رئيس جهاز المخابرات ديالهم. ثاني واحد هو رينلي باراثيون، الاخ الصغير للملك روبرت باراثيون. ثالث واحد سميتو لورد بايلش، والشهره ديالته ليتل فينجر، كيعشق شي حاجه سميتها كاتلين اللي هي مرات نيد ستارك وبغى يوصل ليها وما عرفش. الخدمه ديالته في المجلس هو التوفير ديال الفلوس، فتقدر تقول عليه وزير الماليه ديالهم. اخر واحد سميتو مستشار الملك وكبير الحكماء وسميتو بايسل زيبا. بجينا الاجتماع والهضره كان على دوره قتاليه فيها جوائز قيمه 80,000 ريال، وبما ان المملكه اصلا مديونه بحوالي 60 مليون قطعه لعائله لانستر، فنيد ستارك باعتباره مساعد الملك وراجل عنده الكلمه امرهم ياجلوا الهضره حتى يشوفوا حل الديون. في نفس التوقيت ديال الاجتماع كانت سيرسي جالسه كتدلع في ولدها وكتقول ليه شحال العالم كامل غيكون تحت رجليه ملي تعين ملك من بعد بواه. احنا جالسين حتى نشوفوا اخر هاد الفشوش فين غيوصلوا. المشكل انها قنعاتو بان ستارك اعداء المملكه، ستارك اللي هما اصلا حكام الشمال، وفي المنطقه الشماليه هي اكبر منطقه في المملكه. من بعد نيد ستارك تجمع مع بناته، وكالعاده كيف ما قلت لك اريا بنته صغيره اهتماماتها بالحروب واللعب بالسيف اكثر من اهتماماتها داكشي ديال الدريات. وهنا بان الكره ديالها لاختها سانسا من بعد ما كانت سبب في الاعدام مايكا ود الجزار. الحقيقه انها ما كتكرهاش بالمعنى الحرفي، هي غير قلبها هز منها بسبب اللي وقع. في نفس اللحظه وصلت كاتلين وتفاجات برساله من القصر ديال الملك، وملي وصلت تفاجات انها من لورد بايلش. وهنا خليني نعرفك معلومه اخرى، هذا الراجل هذا فتح دارو لنعيشوا غايه راك فاهم، وكيسميه نشاط اجتماعي، داكشي اللي كتيقول اعتبالي في كورونا راه شبه عائليه. المهم ان هذا الاجتماع حضر لورد فارس ودروفيلا صحاب الخنجر اللي ولدها كان غيتقتل به، والمعلومه خرجت من بايلش وقال انه ديال تيريون لانستر. تيريون لانستر اللي هو اساسا كاين مع نايت واتش دابا، كانوا كيديروا الاختبارات للمنظمين جداد، ومن البدايه لاحظوا تفوق جون سنو في كل شيء، ويمكن هادشي كان سبب انه يربح عداوات في الاول لدرجه انه تجمعوا عليه في الكوزينه واتحد ما نقدو من الموت. غير تيريون نرجعوا للمملكه نيتجمع مع مراته وعرف المعلومه بان تيريون لانستر هو اللي رمى ولدها من البرج، وهو اللي صيفط الراجل اللي قتلو. الخبر انتشر في المملكه ولات خايفه لا يكون بران يهضر، ولكن المعروف حتى لدابا انه ملي فاقوا سولوه وقال ما عاقلش، ولكن واش هو فعلا ما عاقلش ولا كيوجد لشي مناظر اخرى. كاتلين سالت المهمه ديالتها وبلغت راجلها وغتبدا تحرك في طريق الرجعه وين تيرفال. اما نيد ستارك دابا قدامهم معركه يتاكد فيها من كل المعلومات، والا مشينا للملك في اجتماعه مع قائد الحرس الملكي غنلقاو شخصيه جديده كتبان معنا وسميتو لانستر. شوف اي واحد شعره صفريط في المسلسل عرف انه من لانستر فلا بلاصه. المهم هاد خونا رمان حتى هو عنده قصه وروايه، فخلينا عاقلين عليه. الملك ملي طلع عليه في الراس طلب جيمي لانستر وخليه يعاود ليه قصه قتلوا لبا المفربل. قال ليه قبل ما يقتلوه كان الملك المفربل كيعاود يقول حرقوهم كاملين حرقوهم كاملين. الوقت كيدوز ودينيريس بدات تاخذ بلاصتها وسط قبائل الدوسراكي وطلقات على راسها كاليسي اولا زوجة ديال القائد. اما خوها المكانه ديالو كتقل واعتبروه كيدار وغالبا غادي يقتلوه في اي وقت. نرجعوا للجدار وبالتحديد من الكاسل بلاك او القلعه السوداء اللي كيخدم فيها جون. وباين ما محتاجش نقول لك ان هاد البلاصه هذه هي ابرد بلاصه على الكوكب، وهما اساسا باقي في الصيف، فما بالك ملي يجي الشتاء. المهم انه تلاقى مع عمو بنجين وشاف ما وراء الجدار لاول مره في حياته. كيف ما قلت لك بنجين هو قائد الجواله وباغي ياخذ جون، ولكن للاسف البطل ديالنا باقي في مرحله التدريب وما عرفش اي فصيله ينضم ليها. من بعد بنجامين طلع عند تايوين اللي الرحله ديالته للجدار قربت تالي وغيرجع للعاصمه، وطلب منه من يوصل لعائلته كاع داكشي اللي شافو وشحال هما تماك عايشين حياتهم. وهنا الشباب مقرفصين. هاد الهضره كامله ما كيهمش تايوان حيت كيشوف انه ما كاينش شي حاجه سميتها عمالقه ووايت ووركرز، وكاع الهضره اللي اهل الشمال كيقولوا انه موجوده ورا الجدار مجرد اشاعات من وجهه ديال النظر ديالته. وهذا الراجل سميتو يورين وهو مسؤول التجنيد في نايت واتش. المهمه الجايه ديالو هي انه يطلع للعاصمه ويقلب على شي مجندين جداد. خبر جديد دينيريس حامل من القائد دروغو، وبالمناسبه خليني نقول لك ان السير جوراس سبب وجوده في هذه البلاصه هو انه تم النفي ديالو من طرف نيد ستارك من بعد ما شدوه كيبيع الناس كعبيد، وهذه من المحرمات في الشمال.
نرجعوا نايت واتش وخلينا نعرفك بشخصيه جديده ومهمه سميتها ايمون، وهذا هو الحاكم ديالهم واكبر راجل وسطهم. كانوا كيعاودوا تايوان على الهمج اللي عايشين برا الجدار وعلى العناصر الجواله اللي اكدوا انهم عاوتاني بانوا الوايت وركرز مره اخرى، وشحال هما محتاجين المجندين وماكله والشراب يعاونوهم قبل ما يدخلوا للشتاء. والى رجعنا للعاصمه غادي نلقاو نيد ستارك بات اريا جاب لهم مدرب سميتو سيريو فوريل، وهذا الراجل المعلم هو اللي غيعلمها اساسيات التحرك اثناء الضرب بالسيف. اجي دابا نتكل داخل الحلم دماغ بران، غراب عنده 3 ديال العينين جا في الحلم لاول مره وما غاتكونش اخر مره، وغنفهموا تفسير هذا الغراب هذا من بعد. بران ملي فاق كان خاصو يمشي عند روب هو الكبير، وبما انه ما بقاش يقدر يتمشى جابوا ليه شي حد يهزو وسميتو هودور. المهم ملي وصل كان تيريون جايب ليه هديه عباره عن تصميم غيخليه يقدر يركب الحصان من جديد حتى من بعد ما فقد رجلو، موقف ديال الرجوله. ولكن الغرض من وراء هذا الشيء هذا انه جاي يتاكد واش بران فعلا باقي عايش ولا مات. شخص اخر خاصنا نعرفوه سميتو ثيون غريغوي من عائله كبيره كانت حاولات دير هجوم على الشمال من قبل، وعائلات ستارك واجهوهم. ديك الساعه وقعت المرادخه بيناتهم مات فيها الخوت ديال ثيون وهو تشد كاسير. من ديك الوقيته نيد ستارك رباه واستقبلوا من بعد ما اعلن ولاء ديالو ليهم. الباقي ديال قصتو غنفهموها مع الاحداث. وهذا خونا رمان كيتعتبر من اهم الشخصيات في المسلسل وسميتو سامويل تايري ولا سام. كان غادي ينضم لنايت واتش وطبعا تنمروا على الشكل ديالو وبدا راستي كيضربوه حتى دخل جون سنو، ومن هنا غتبدا بيناتهم صداقه قويه. ونرجعوا للعاصمه. سانسا ستارك كانت كتهضر مع المساعده ديالها على البيت ديال العرش واللي وقع فيها زمان. تفكرات ايام الملك المفربر ملي امر بحرق جدها وعمها، وهذا الشيء اللي خلاها تبدا تتشائم من زواجها بجوفري. في نفس القصر وقع اجتماع الملك تناقشوا فيه على البطوله والتنظيم ديالها، ومن بعد ما سالا وكل شيء مشى نض حل الموضوع المستشار جون ارين اللي كان قبله. وهنايا عرف من بايسل المعلومه المهمه اللي كتقول انه طلب منه كتاب معين في الليله اللي قبل من الموت ديالو. الكتاب كيهضر على وصف تفصيلي لكل العائلات الملكيه اللي جات في تاريخ المملكه، وقال حتى انه ديما كان كيعاود جمله كتقول ان البذره قويه. المهم هادشي ديال اللغه العربيه راه ترجمتو ديالك من الانجليزيه للدارجه حيت ما كاينش كيفاش بترجم البذره قويه، وترجمها لي انت هنا في الكومونتير. المهم نيد دابا كل همو يحاول يوصل للدليل واضح على سبب الموت المفاجئ لجون ارين، وهذا الشيء اللي خلاه تلاقى مع اللورد بايلش وطلب منه المساعده. قال لي انه قبل وفاه جون ارين بوقت قليل كان ديما كيزور ولد خدام حداد في السوق، ما تسناش بزاف ومشى للسوق بالزربه باش يسول على سبب الزيارات المتكرره، وبان انه كان كيجي باش يسولو على مو اللي شعرها صفر. نيد ملي ركز في ملامحه واكتشف ان هذا الولد هو ولد غير شرعي للملك روبرت. نمشيو نايت واتش. جون جمع صحابو وطلب منهم يحاولوا يتقربوا من سام ويصاحبوه. الولد غليظ الراس ومسكين وماشي ديال تماله، وهنا راس هضر وقال لهم انه غيقتلوا في التدريب اللي جاي. جون باش يخلعوه مشى عنده في الليل مع الذئب ديالو، وهذا الشيء اللي خلاه ما يقربش ليه في النهار الثاني. هاد الهضره هادي عصب السورين القائد ديالهم اللي هو اساسا ما كيحملش جون، وملي سالاو التمارين الهضره جات على الدريات، وهكا باين انهم جوج باقيين محرومين وعمرهم ما قاسوا الفتاتش. جون قال لك ما بغيش نولد شي دري غير شرعي ويكون المصير ديالهم بحالي في الاخر. من بعد دخل السورين واستغرب كميه العافيه اللي شاعلينها، وهذا الشيء خلاه يعاود ليهم على الشتاء اللي فاتت ملي تحبس ورا الجدار 6 شهور في العراق. 6 شهور دازت عليهم عواصف كانت كتهز الشجر من بلاصتو وما لقاو حتى حاجه ياكلوها، لدرجه انهم كانوا كياكلوا اللحم ديال العود ديالهم من بعد ما مات، وختم كلام بانهم ما يستحملوش البرد وغيموتوا مجرد ما يدخل الشتاء. وفي الجهه الاخرى وعند الدوسراكي خو دينيريس المره الثانيه هددها ومن بعد ضربها فردات ليه الضربه بجوج تصرفيقات، وهذه هي المره الاولى اللي تمد يديها عليه. اللي وقع خلاه تاكد ان عمرها ما غترجع لويستروس مره اخرى، وعمر خوها الكيدار ما غيرجع العرش. هاد الهضره كتجينا عند الملك مع بدايه دوره الالعاب. اول مشارك معنا سميتو زاماوينتين، اشرس واعنف واضخم مقاتل في المملكه، وهو الاخ الاكبر الهاوند او كلب الصيد اللي عرفناه قبل. وبدينا اللعبه والفكره ديالها باختصار هي ان اللي يطيح من على العود يخسر. الحقيقه ان الراجل ماشي غير طاح مات كاع. زاماوينتين ما كيضحكش، هادشي كيخليني نعاود لك قصتو مع خوه. شحال هذا وهما صغار شاف خوه كيلعب بواحد اللعبه ديالو فشدو من وجهه وحطوه في العافيه وحرقاتو. في ديك الوقيته كانت ليدي كاتلين مازال في طريقها لوينترفيل، وملي كانت كترتاح اكتشفت وجود تايوين اللي هو في طريقه للعاصمه، وهنا استغلت ان من عائله كبيره ومحترمه وطلبت من كاع الفرسان اللي في البلاصه يشدوا تايوين ونساو ان حتى دابا معتقده ان
انه هو اللي دفع ولدها من فوق البرج وتحدت السيوف على رقبته. الثوره مازالت خدامه، وهذه المره الخصم ديال زاماوينتين غيكون سير لويس، وهذا هو قريب من صاحب رينلي باراسيون خو الملك. ومع بدايه الجوله العود ديال زاماوينتين كان متوتر وطيحو، فناض جبد سيفو ومشى قطع لبوه الراس وطلع يكمل على لويس. هاون قال لك ما بغاش ونط المقارعه بينه وبين خوه. جوج عمالقه تشدوا بيناتهم، ولكن الملك تدخل ووقف داكشي اللي كيوقع. نرجعوا لطايوين، الرجال ربطوه وغيتحركوا في طريقهم من قلعه فايل اللي كاين فيها خوت كاتلين. بايا من اللي عارف الموضوع صيفط المرتزقه باش يجيبوه، ووقعت مرادخه جديده. في هذه المعركه هذه تقتل واحد، وهذا الشيء خلى كاتلين من ديونالي بحياتها. هذه المرادخه هذه اكتشفت فيها محارب مخصمن غنتعرفوا عليه من بعد، حيت غنرجعوا دابا لوينترفيل مع دروس بران على العائله الملكيه منهم عائله لانستر، المشهورين بانهم كيسدوا الديون ديالهم ديما، وبانهم اغنى عائله في المملكه كيف ما قلت لك في المقدمه. ديك اللحظه كان لورد فارس في الاجتماع سري مع نيد، قال ليه ان الملك روبرت معرض لنفس المصير ديال جون ارين اللي بان انه مات مسموم. علاش اصلا قتلو؟ قال لك حيت الاسئله ديالته زادت في الفتره الاخيره من بعد اريا كانت كتلعب مع المشت ديالها، وهاد اللعبه خلاتها تكتشف بلاصه بحال الكهف. سمعت فيها هضره كتقال بان اللورد فارس وواحد خونا رمان اخر، فطلعت عند باها وبيبان ان الهضره اللي سمعت كتهمو. كانوا كيقولوا انهم غيقتلوه قريب، ولكن شكون هادو ما شافتش. في ذاك الوقيته يورين وصل للعاصمه ودخل وطلب منه حرس الجدار يبلغوه حتى ان مراته تخفى طايوين لانستر. نرجعوا عاوتاني للورد فارس، وهاد المره مع ليتر فينجر. هاد الجوج تقدر تقول لهم انهم دايرين 80% من الخدمه ديال المملكه. كان كيهددوا ان عائله لانستر الى عرفوا بالمساعدات ديالو لعائله ستارك غيفرشخوه، يعني بخصوص يقولوا السر انهم وراء اغتيال جون ارين. ولكن رد البال ليتر فينجل اذكى من انه يتهدد، وهذا الشيء اللي غنعرفوه في الملخص الجاي. المهم من بعد هاد الشيء هذا كامل داروا اجتماع، وهاد المره بحضور الملك، وصلوا فيه خبر حامل دينيريس، فامر الرجال ديالو يقتلوها هي وولدها وخوها، وديك الساعه يكون قطع الخبر عائله تارجريان الاباد. الهضره ما عجباتش نيد ستارك، وهذا الشيء حيت كيشوف ان قتل طفل غير شرف الملك اللي في شي شكل، هي ان كاع اعضاء المجلس موافقين على موتها هي والطفل. نيد شافو عيط عليه وقال روبرت اذن انايا غنخرج من خدمتي، ومعليش على المساعده ومشى. طلع على السور كيوجد راسو وبناته باش يرجعوا لوينترفيل، ولكن قبل هذا الشيء كامل بايليش طلب منه يتسنى حيت غيخليه يتلاقى باخر شخص جون ارين هضر معاه قبل ما يموت. نمشيو عند ليزا خوت كاتلين، ملي شافت اختها وصلت معاها القزم قالت لك صافي جا القضاء وامارات بالاعدام ديالو، حيت كيف ما قلت لك تايوين هو من عائله لانستر اللي قتلوا راجلها جون ارين. يعني من هادشي هذا فامارات بحبسوا في الحبس، وحالتها كيف ما كتشوف. والى رجعنا للعاصمه غنلقاو سير لوريس كيلعب في الدماغ ديال رينلي خو الملك، وكيقول ليه ان الى جيتي للحق انت اللي تستحق تكون الملك. انتظر يف والشاب كيبغيك. الهضره خلاته يتحمس ويبدا يفكر في الموضوع. نرجعوا لنيد ستارك، ملي مشى يشوف الشخص اللي بايليش جابوا ليه، اكتشف انها وحده من البنات اللي روبرت دار معها علاقه وجايبه منه بنت شعرها كحل. هاد الهضره هادي كيعني ان جون ارين كان في اخر ايامو كيقلب على كاع اولاد روبرت غير شرعيين، واللي لاحظ انهم كاملين شعرهم كحل بحالو. هاد الهضره هادي خلاه يتاكد ان كاع اولادو من سيرسي لانستر ماشي ولادو. ولكن المشكل ماشي هنايا، المشكل انه ملي خرج لقى جيمي لانستر كيتسناه وكيسول على خو تايوين. ومن بعد شويه ديال الهضره من هنا ومن هنايا وقعات مرادخه بيناتهم، والمرادخه سالات بموت كاع رجال ديال النضال. الحقيقه ان الراجل كان ناضي وشد مزيان مع جيمي واخا الفرق ديال السن بيناتهم، ولكن سالات بالغدر ملي ضربوا في ظهره وتقاس في رجليه. ومن هنا غتبدا العافيه بين عائله ستارك وعائله لانستر. وسالات الحلقه، وهكا نكونوا سالينا. قبل ما نختم بغيت نفكركم ان موعدنا كل حد مع 12، فما كرهتكش ما تنساوش لايك وسبسكرايب، وتخلينا في الكومونتيرات الافلام اللي نديرو في المستقبل. انا غنقول لكم تهلاو.